السلام عليكم. تعادل المنتخب المغربي الرديف مع منتخب عمان بدون أهداف في اللقاء الثاني في بطولة كأس العرب المقامة بقطر. قبل ما نبداو في هذا التحليل المتواضع لهذه المقابلة، كنتمنى تشجعوني أكثر، تشتركوا في القناة، خليوا لي تعليق ولايك، وشكرا مقدما. على بركة الله نبداو. ممكن نعتبر مباراة المغرب ضد عمان واحد الاختبار حقيقي لولاد السكيتيوي، وفرصة باش يأكدوا التفوق اللي ظهروا به في الجولة الأولى ضد جزر القمر. والفوز على عمان كيمنح المغرب التأهل مباشرة للدور الثاني، وأكيد البداية المثالية في البطولة غادي تخلينا ندخلوا لهذه المقابلة بمعنويات مرتفعة. ولكن للأسف المنتخب ما كانش في المستوى. وخا الشوط الاول كانت واحد السيطره مغربيه والاستحواذ على الكره بنسبه ديال 65%، وفعلا داروا مجموعه من الهجمات ولكن ما كترجمش للاهداف، وكان واضح النقص الكبير في الفعاليه الهجوميه، وفشلوا في اختراق الدفاع العماني. وابرز الفرص اللي تحت المغرب هي ديال حمد الله من بعد واحد التمريره مميزه من وسط الميدان، ولكن العمانيين تصداو ليها. خلاصه القول، هاد الشوط عرف استحواذ هجومي مغربي بدون فعالية مقابل واحد دفاع عماني منظم، وبينات أنها ماشي خصم سهل. والحاجة الغريبة اللي كنلاحظوها فرقة طارق السكيتيوي في هاد البطولة كتلعب شوط تاني مغاير تماما للشوط الأول. وعرفات المباراة واحد نقطة تحول كبيرة في الدقيقة 53 اللي تطرد عبد الرزاق حمد الله. والصراحة ما فهمت واش صيفطناه لبطولة كرة القدم ولا الكاراتيه. دار واحد الضربة خايبة للاعب العماني، هادشي اللي خلى طارق السكيتيوي يبدل الخطط والنهج التكتيكي ديالو ويرجعوا للدفاع. بالفعل خروج حمد الله عقد الامور، اثر بواحد الشكل اللي واضح على مجريات اللعب. وحاولوا العمانيين يستغلوا التفوق العددي وداروا محاولات حقيقية كتعتمد على الهجمات المرتدة. وعرف الدفاع المغربي واحد الضغط اللي كبير. واخا هاد النقص العددي قدرنا نصنعوا مجموعة من الفرص، ولكن تصدى لها الحارس العماني. والنقطة المهمة اللي ردينا ليها البال، الطرد اللي تعرضنا ليه ماشي هو بوحدو اللي أثر على المباراة، بل حتى اختيارات المدرب ما كانتش في محلها. دار تغييرات كتيرة في مرة واحدة، وهذا الشي ما عاونش الفرقة. واضح وباين أنه خلى التفاهم والانسجام منعدمين. ومن السلبيات أيضا ما كانش واحد تنوع هجومي، حيت اعتمدنا بزاف على الأطراف والكرات العرضية، هادشي اللي سهل المأمورية على الدفاع العماني اللي واضح أنه قرا مزيان طريقة اللعب ديالنا. وحتى نسبة الاستحواذ في الشوط الثاني نزلات من 65% ل 37%. هاد التعادل صراحة ما كانش متوقع. ضيعنا فرصة كبيرة باش نتصدروا المجموعة، وأخرنا التأهل حتى الجولة الأخرى اللي ما غاديش تكون سهلة، خاصة بغياب مجموعة من اللاعبين. كنا كنعرفوا المباراة الجاية مع السعودية اللي ضمنات التأهل بعد ما فازت على عمان وجزر القمر. هاد الماتش غادي يكون مصيري، يا إما ربحة أو ذبحة. وإلا تداركنا الموقف وصححنا الأخطاء ديالنا، مربوحة إن شاء الله. في أمان الله.